هو ليه ليونيل ميسي رفض العرض بتاع الهلال المقدر بمليار يورو علشان خاطر العرض بتاع انتر ميلان المقدر ب 120 مليون يورو فقط؟ لو انت مش عارف تفاصيل العقدين فتعال اقول لك. اللي يبص على العقدين اللي اتعرضوا على ميسي من بره يقول ان الهلال مقدم عرض خرافي، لو كان ميسي وافق عليه كان هيكون اغلى راتب في العالم لمده 5 6 سنين جايين. العقد اللي اتقدم لميسي من انتر ميامي فيه 4 بنود. البند الاول ان ميسي هياخد 50 مليون يورو في الموسم الواحد لمده 3 مواسم بمقدار 150 مليون يورو في ال3 مواسم كلهم، وليه الحق انه بعد تاني موسم لو عايز يمشي من الفريق يمشي ومش هيكون عليه اي شرط جزائي. البند التاني واللي منه بس هيجمع اكتر من المليار يورو اللي كان هياخدهم من نادي الهلال السعودي، واللي بينص انه هياخد نسبه من الاشتراكات بتاعت منصه ابل واتش، واللي مش عارف منصه ابل واتش فهي منصه زي نتفليكس بالظبط واتش بي او، واللي كانت عامله المسلسل اللي كان ترند في السنين اللي فاتت مسلسل سي. البند الثالث له علاقه بشركه اديداس، وكلنا عارفين ان ليو هو الواجهه الاعلانيه لشركه اديداس تقريبا بقاله 14 او 15 سنه، وشركه اديداس ماضيه مع كل النوادي اللي موجوده في امريكا حرفيا وبتبيع لهم كل حاجه، فميسي هياخد نسبه من المبيعات دي. رابع بند بينص ان ليونيل ميسي بعد ما يعتزل هيكون ليه نسبه في اسهم نادي انتر ميامي، وهيكون ليه الحق انه يدرب فريق من الفرق. نيجي بقى للسؤال المهم، هو ليه فريق انتر ميامي اللي بقاله 5 سنين بس بيعمل كل دوت علشان خاطر يتعاقد مع ليونيل ميسي؟ للناس اللي ما تعرفش فنادي انتر ميامي ملك ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد السابق، وليونيل ميسي حاليا هو اعلى لاعب قيمه تسويقيه في العالم بعد فوزه بالمونديال. وبما ان الرياضه دلوقتي بقت استثمار اكتر منها كرياضه، فنادي انتر ميامي شاف ان دي فرصه مناسبه جدا ان هو يعلي القيمه التسويقيه للنادي لما يتعاقد مع ميسي.